عارف الفرق بين واحد قعد يدح ويدرس 4 سنين في الكلية وبعد ما خلص واتخرج طلع مش فاهم اي حاجة في الحياة وتايه ومش عارف يشتغل فين ولا يعمل ايه، وواحد ممكن يقعد 6 شهور على اليوتيوب يتعلم حاجة فعلا يشتغل بيها ويقبض بيها بالدولار. الفرق هنا مش في الذكاء، الفرق هنا في حاجة من الاتنين، انت عايز شهادة ولا عايز فلوس حقيقية. انا مش قصدي ان الشهادة ملهاش لازمة، الشهادة اكيد ليها مكانها. المهم عشان تتقن اي مهارة في العالم، برمجة او مونتاج او حتى لغة جديدة، من غير ما تضيع وقتك ركز معايا في ال3 نقط دول اللي انا فهمته جاي الخصهولك في السريع. اول حاجه اسمها قاعده ال20 ساعه. بص انا مش بديك درس، بس العلم هو اللي بيقول انك عشان تعدي مرحله الجهل او الغباء في اي مجال محتاج 20 ساعه بس. يعني لو خصصت 20 يوم وكل يوم ساعه بس هتعرف اساسيات اي مجال هيخطر على بالك وهتقدر تبدا فعلا فيه. تاني حاجه وانا شايفها اهم حاجه، اكبر غلط انك تفضل تتفرج على كورسات وفيديوهات تعليم من غير ما تطبق ولا تلمس الشغل. اتفرج 20% بس وطبق 80%. وانا قلت 80% تنفيذ عشان لازم تغلط ولازم ولازم أن تكتب رقم غلط فيبوظ لك الشغل فتعيد كله من الاول. مش مهم، خد وقتك، بس المهم تطبق على قد ما تقدر عشان ايدك تاخد على الصنعه. المعلومه اللي هتكسبها وانت بتنفذ هتثبت في دماغك، لكن المعلومه اللي هتسمعها وخلاص هتطير. ثالث واخر حاجه في 2026 اهتم بالبورتفوليو اكتر من الشهاده. دلوقتي العميل او الشركه اللي انت هتشتغل معاهم ما بقوش يسالوا انت خريج ايه، اول حاجه بيطلبها منك وريني شغلك او انت بتعرف تعمل ايه. وخلينا ابقى صريح معاك، فرصه شغلك بالشهاده دلوقتي بقت قليله جدا، ولو موجوده فهي فلوسها ضعيفه. بالنسبه للبورتفوليو، اي حاجه تتعلمها اعمل بيها ملف صغير كده وحطه في البورتفوليو، شغلك هو اللي هيبدا يتكلم عنك. بص يا صاحبي، المعلومات بقت مرميه في كل حته وببلاش، وانا شايف ان المشكله الوحيده في اي حد فنان بس مش لاقي شغل هي الاستمراريه. هو تعلم المهاره ما تعلمش الصبر. والله فنان، انا بقول كلام حكم. ساعه او ساعتين كل يوم بس، والله بعد 6 شهور هتلاقي نفسك مسابق كل اللي حواليك. اكتب لي في الكومنتات تحت ايه المهاره اللي انت نفسك تتعلمها او ايه المهاره اللي انت حريف فيها وبتعملها.